الكورة سهلة وبسيطة طول ما انت عندك علم، يا طول ما انت عارف ان المسألة مش فهلوة. وانا هنا هتكلم بصراحة، لانه بعد اللي الناس شافته في لقاء بالميراس مع بورتو امبارح ابتدى قطاع من الجمهور يقول على الاقل سيبك من الخوف انه ده بدنيا غير اللي عندنا. طيب انا جاي النهارده اقول لك انه نادي بالميراس وكانه حط معادله قدام النادي الاهلي، انه لو انت عايز تلعب كوره مش هتكون شبه الاوروبيين، لان دي مقاييس خاصه صعب توصل لها دلوقتي. لكن لو النادي الاهلي بعد ما الامور استقرت في انك غالبا موجود في كؤوس العالم بشكل مستمر بالذات كل 4 سنين يعني، فانت هنا عندك طريقه تقدر تعوض بيها الجاب اللي بينك وبين اوروبا في مرحله في النص، اللي هي مرحله فرق امريكا الجنوبيه، اللي هي المرحله اللي انت بتحاول تعديها علشان تقرب شويه في التوقعات الخاصه بالبطوله. توقعات اوبتا قبل بدايه الموسم حطوا الاهلي ال17، ما قبله فرق امريكا الجنوبيه. فدي المرحله اللي انت عايزها، وتصادف ذلك مع انه المرحله دي والفرق دي هي شبهك. هي ما عندهاش كميه اللياقه البدنيه المرعبه في الاصول في التكوين جينيا يعني، بل ان هم عندهم مهارات شبهك، عندهم لعيبه حريفه لكن مش اقوياء. لكن بالميراس ادالك المعادله ان انت لو عايز تلعب كوره شبه الناس دي تعال اقول لك عملت ايه. بالميراس اللي لعب امبارح يا جماعه عنده ستيفاو 18 سنه، عنده فيكتور روكي 20 سنه، ابتدى الفريق من 2016 يركز على قواعد الناشئين والاكاديميات بالطريقه اللي خلته يصدر من قطاع الشباب مواهب لاوروبا، مع تحقيق النجاح الموجود في البرازيل من الفوز بكوبا ليبرتادوريس مع الدوري. عمل الكلام ده ازاي؟ عمل الكلام ده بالشكل الجديد للاكاديميه. الناس هناك خدوا قرار قد يكون في وسط الاعلام مرعب، جنان يتسفى عليه سنين يعني. اللعيبه الصغيرين من سن 7 لسن 14 سنه قرروا ان هم يفتحوا لهم ملاعب ترابيه بلا مدرب. ليه؟ انا بتاع اوروبا بيلعب كره حديثه، انا مش هقدر اعلمها لان اللعيبه اللي عندي ما عندهاش ده، ويمكن تكون مكسله ومستسهله. لكن ملعب التراب ده، وطبعا ده شرح للمساله كلها يعني، انه ملاعب التراب دي كان هدفها ان انت تخلي الناشئ البرازيلي يعمل اللي هو كان عارفه، اللي هو بيعرف يتقن فيه. وقال المدير الفني تحت فئه 12 سنه رينان تافاريس ان احنا خدنا القرار ده علشان تطور مفاهيم الفرديه في فكره عدم القدره على التوقع، ان اللعيبه دي هتنزل في ارض الملعب هي بتتحرك بشكل عشوائي عشان تقدر تفهم اكتر ازاي الجيم ممكن يتلعب، وازاي في مواقف 1 لواحد تقدر تعدي، وازاي انت في كل الاوقات يبقى عندك حلول من غير خطط، من غير مدرب، من غير اي حد. كل الصور والفيديوز دي ولا في خطط ولا في مدرب. فالنتيجه انه اللعيبه الشباب اللي طلعت من عندك من هذه الاكاديميه النهارده بيتباعوا قبل ما يلعبوا كاس عالم انديه. في منهم اللي راح برشلونه زي روكي ورجع من تاني، في لعيب في بورتو اللي لاعب بالميراس اصلا كان موجود مع الاكاديميه دي. بتتكلم على نجاح منقطع النظير على الناحيه الاقتصاديه في البيع، والنجاح اللي انت عملته في ارض الملعب ان انت قدرت انك تاخد الدوري وكوبا ليبرتادوريس وغيره وغيره. فكل ده كان مهم. ايه بقى اللي قدامك على الشاشه؟ الناس في الأكاديمية كان عندها نقطة مهمة جدا ليها علاقة بأنه اللعيبة دي لازم من سن 14 ل 17 حاجة هنا تتغير. فقرروا يعملوا حاجتين. أول حاجة إن اللعيبة دي يكون بعد 14 سنة عندها إسورة في إيديها بتقيس كل الشكل البدني بتاعها، كل النواحي البدنية بأدق التفاصيل. لكن وهم بيعملوا ده في تقرير جلوبو ذكروا إنه الإحصائيات دي بتطلع على شاشة في أرض الملعب. ليه؟ علشان ما تحسش ان انت ناقص حاجه. يعني قدام اللعيبه كلها احنا عارفين ان المحمودي مميزاته كذا وعيوبه كذا، والمحمودي عارف ان ابراهيم مميزاته كذا وعيوبه كذا. فاللعيبه كلها بقت قادره تفهم ان كل قطاع الناشئين اللي معايا ده اللعيب اللي جنبي ميزته ايه وعيبه ايه، وانا ميزتي ايه وعيبه ايه، وهو عارف وانا عارف. فساعد هذا الامر على انك تبني مشروع لمده 10 سنين في الوقت الحالي قدر يعمل لهذا الفريق بالميراس اولا نجاح اقتصادي، ثانيا نجاح فني، ثالثا قطاع ناشئين على اعلى مستوى، رابعا نجاحا ممتاز جدا كان هذا في ارض الملعب حتى لو لم يحقق الفوز على بورتو.